شوفوا هذا الرجال الكويتي سوى بالبصرة، يمكن موضوع راح هواية من عندكم راح يتلاطف في هذا الشيء، فأتمنى تحطون لايك. طبعا هذا الشاب الكويتي يقول أني التقيت بأحد القنوات الكويتية وشرحت عن طيب العراق وكرم أهل العراق والناس اللي وقفت وياي، ويقول أنا أسبوع كامل بالبصرة دينار واحد ما صارف. وهنا يقول من التقيت وحكيت هذا الموضوع وصار وياي، يقول الإعلام الكويتي ما نشر هذا الموضوع. فرسالتي للجار العزيزة واخواننا الكويتيين، طبعا اكو بعض الناس لحد هسه يضوجون من العراقيين، واحنا العراقيين بيباننا مفتوحة، تحكي علينا بكره بيتي مفتوح، تتجاوز علي بيتي مفتوح، لان اني متربي على اخلاق محمد وآل بيت محمد. قبل البطولة وبعد البطولة اكو تطاول، تجاوز على اساطير كرة القدم العراقية، تجاوز على المنتخب، تجاوز على البطولة، على التنظيم. يعني بطولة بعد 40 سنة ما صار بالعراق وصير بطولة، ايش تتوقع؟ مثلا تلقى البطولة على الصفارة بعدها اول بطولة. ان شاء الله البطولات الجاية نشوفها، راح يكون عندكم بطولة الخليج انتم راح تنظمونها، ونشوفكم ايش راح تسوون مثل العراقيين، مثل كرم العراقيين. نتحدى كويتي اجى للعراق وصار بموقف مو حلو، اذا مو معزبيله بالهلا والمرحبا. كل الحب والاحترام لهنا وناسنا بالكويت، الناس الطيبة، الناس اللي تحب العراق. اكو ناس صح تضوج من العراق، بس والله العظيم والله العظيم بعد خليجي 25 اتحدى شخص يكره العراق الا هذا الشخص فعلا يكره العراق يعني من زمان. بس الناس جيت راسلنا وتباركنا، وكل الحب والاحترام لاخواننا الخليجيين اللي كانوا بالبصرة وعين غطا وعين فراش ويا هلا.